هناك لاعبون يسجلون أهدافا، وهناك لاعبون يصنعون التاريخ، ثم هناك لاعبون يتركون أثرا لا يمحوه الزمن. واليوم الجزائر تودع أحد أعظم أبنائها رياض محرز. في عام 2014 ارتدى رياض محرز قميص المنتخب الجزائري لأول مرة، ولم يكن يومها نجما عالميا الذي يعرفه الجميع، لكن كان يحمل حلما كبيرا أن يدافع عن ألوان المنتخب الوطني ويبذل كل ما يملك من أجل الجزائر. مرت السنوات وكبر رياض محرز مع المنتخب الوطني الجزائري، أصبح ساحرا في المراوغات وقاتلا في المباريات الكبيرة وصانعا للفرحة في كل الملعب. كلما استلم الكرة كانت الجماهير الجزائرية تنتظر لحظة سحر جديدة، ثم جاءت اللحظة التي لن ينساها أي جزائري: نصف نهائي كأس إفريقيا 2019. الدقيقة 95، ركلة حرة وملايين القلوب توقفت للحظات. اقترب رياض محرز من الكرة، نظر إلى المرمى وسدد بكل هدوء لتسكن الكرة في الشباك. هدف لم يكن مجرد هدف، بل كانت لحظة صنعت التاريخ وأرسلت الجزائر إلى النهائي بعد أيام. توج المنتخب الجزائري بطلا لإفريقيا، ومنذ تلك الليلة لم يعد رياض محرز مجرد لاعب فقط، بل أصبح رمزا لجيل كامل. حمل شارة القيادة وتحمل المسؤولية ودافع عن ألوان المنتخب الوطني الجزائري في كل بطولة، في كل تحدي. واليوم وبعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد، يقرر رياض محرز إسدال الستار على رحلته الدولية ب119 مباراة و40 هدف والعشرات من التمريرات الحاسمة الساحرة. لكن الأرقام وحدها لا تحكي القصة الحقيقية. القصة الحقيقية هي الابتسامة التي رسمها على وجوه الملايين الجزائريين، والدموع التي سالت فرحا بعد الهدف التاريخي ضد نيجيريا، والفخر الذي شعر به كل جزائري وهو يشاهد قائده يتألق أمام العالم. قد يخلع محرز قميص المنتخب الوطني الجزائري للمرة الأخيرة، لكن اسمه سيبقى محفورا في تاريخ كرة القدم الجزائرية. شكرا رياض محرز، شكرا على كل هدف، وشكرا على كل تمريرة، وشكرا لأنك جعلت شعبا كاملا يحلم. الأساطير لا تعتزل، بل تعيش إلى الأبد في ذاكرة الجماهير، وخاصة الجزائرية. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في هذه القناة ونسخ الرابط وحفظ الفيديو، واكتبوا لنا أفضل تعليقاتكم. كان معكم سوفليكس، سلام.